بالمية يوصلوا الحق ويوصلوا درب الخلاص ويخلص من عبادة ضد الإله. لما قالوا لي عبد الله رشدي عامل عنك أول لايف، تاني لايف، ثالث لايف، قلت لهم ما معروف عنه إنه هو شيخ ترند، يعني هو كل ما شاف عنده اللايكات خفت بيجيب اسم ماجي خزام ليطلع. فشو الجديد بالموضوع؟ قالوا لي بعد ما شلتي اسم أحمد من المناهج عمل فيديو، والفيديو أخذ مئات آلاف المشاهدات، المفروض تردي عليه. قلت لهم هاتوا لشوف هالفيديو، فشوفوا معي شو شفت. هذا اسمه شيخ مقزز، بيقولوا الولد بجيب المسبة لأهله. طالع هالمرة شايل شعر إيديك، عيب عيب. يعني مين اللي فهمك إنه المرأة عندها شرف، الرجل بلا شرف بيقدر يطلع بالشكل المخزي هاد؟ أنت فكرك بهذا الشكل ممكن إنك تغيظني؟ أنا بشفق بس على المواصيل اللي وصلت له هالمؤسسة اللي اسمها الأزهر. يعني شيوخ الماضي كان ينقال عنهم إنهم بلا مخ. شيوخ الأزهر اليوم بلا مخ وبلا شرف وبلا أخلاق. باختصار يا عبد الله، تشرب كركديه، تشرب بول إبل، تشرب اللي تشربه، شلت اسم أحمد من المناهج المدرسية بأمريكا، وشلت اللحم الحلال من مدينتين، مدينتي ومدينة بالقرب مني، ومستمرة إذا الرب راد لحتى نتمتع بنظام صحي سليم خالي من القرف اللي بتصدروه للمجتمعات. تابعينه ردوا عليه ببساطة. خلينا نقرأ مع بعض. كاتبت له زينب بدر عاشور، السم الهاري ان شاء الله شرشحت حالك وشرشحتنا ويا ريتك قلت كلام مفيد. حسنين علي عم بيقول له ما بعرف شو عم بيصير لك لما بتكون عم ترد عليها، قصدا عني فجأة بتقلب حالك لست من غازة وما في عندها رد دفاعي، مش لشيخ بيمثل المسلمين. معه حق للصراحة. بتول محمد الظاهر، بس مش كده، ده انت صغرت بعيني وعيون كتار من متابعينك. لا يا بتول، محمد الظاهر هو اصلا صغير، هو اصلا صغير، بس انتم مع الاسف كل ما شفتوا متر قماش اسود مع كم شعره طلعوا من لحيه بتقولوا له يا مولانا ويا سيدنا وبتركعوا له من شدة الغل والحقد. قال بده يرد لي بطريقتي، أم شو عمل؟ نزل على الشاشة اسم أحمد، فأحمد هي أساء فيها لاسم رسوله. يعني أنا لما قلت رح شيل اسم أحمد من المدارس مو لأنه عندي كراهية لاسم معين، القصة ما فيها، إنه ردا على التعامل العنصري الطائفي بالوطن العربي مع أسماء مثل جورج وتوني وميشيل لعدم وجودهم بالمناهج المدرسية العربية. وهون كمان اجا الصفعة من متابعين انه انتبهوا، مو كل المسلمين اللي بيتابعوه من شربي بول الابل، مو كلهم مخدر عقولهم بالله ورسوله، في كتار بيبحثوا عن الحق وفي كتار بينتبهوا. مو كل مين عمل حاله انه هو عم ينصر الاسلام يعني مسمح له يركبهم، في ناس ما بيسمحوا حدا يركبهم.